السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاركم طيب، نهاركم زين. اليوم ان شاء الله راح نعملو هذا لابياس اللي راهي توندونس. الفكرة كنت عملتها يعني عندها 5 شهور، كنت عملتها لكم في موديل دائري. اليوم ان شاء الله راح نعملوها هكذا مربع. اللي حبت الموديل الدائري خدمته بالاخضر، موجود الفيديو، تقدروا تشوفوه في القناة. اليوم ان شاء الله راح نعملو هذه لابيس. نبداو على بركة الله. اول حاجة عندنا هذ الحلقات هذو تشريوهم من الكانكيري، ولا كاين انواع اخرى ثاني، كل وحدة تشري النوع اللي تحبه. وهذا العقاج، هذا العقاج والكروشي رقم 12 اللي هو 1 ملم. نبداو بسم الله. عندنا لهنا هزيت خيط حرير سامبل وخيط مشعر، واحد سامبل واحد مشعر. نبدأ عقدة البداية. تمام، عقدة البداية، ونجيب هذه الحلقة نخدم فوقها، فوق الحلقة نخدم 24 غرزة حشو. بسم الله. ندير منزلقة الأولى باش نحكم الخيط، ونجيب هذا الخيط نمشيه مع الخدمة باش تكون لي خدمة تاعي متقنة، ونبدا السلسلة ونبدا غرز الحشو تاعي. 1 2 3 4 5 6 7 8. نكمل حتى ندير 24 غرزة حشو. ها هي 24 غرزة حشو. لاحظوا النتيجة. الآن راح نجي لهذه الأولى ندير منزلقة هكذا، منزلقة هكذا. الآن ندير سلسلة، وفي هذه العين الأولى غرزة حشو. تمام، غرزة حشو. بعد 1 2 3، لاحظوا 3 سلسلة، غرزة حشو و3 سلسلة. بعد راح نجيب، شوفوا هنايا عملت أبيض أحمر أبيض، الآن راح ندير العكس، أحمر أبيض أحمر باش يكفيني العقاج برك. نبدأ بالحمراء ونجي لهنا نترك عين، شوف نترك عين واللي وراها ندير فيها هكذا. تمام، نزيد 1 2 3 ونزيد البيضة، ندخلوها من الجهة المنتفخة هكذا، ونروح مباشرة للعين اللي وراها، ما نخلفش اللي وراها، ندير هكذا، نسحب الخيط هكذا ونغلق فقط هكذا. نزيد 1 2 3، نزيد الآن الحمراء هكذا مباشرة في العين اللي من وراها، يعني ما بين العقاش ما كاش فراغات هكذا. تمام، بعد 1 2 3 ونخلف دركا عين، وفي اللي وراها ندير غرزة حشو هكذا. بعد راح ندير 1 2 3 نزيد نهز وحدة هكذا، نخلف عين واللي وراها ندير فيها الخيط هكذا. نزيد 1 2 3 ونزيد وحدة بيضاء في اللي وراها مباشرة هكذا.
لاحظتوا الطريقة؟ نزيد 1 2 3 ونزيد هكذا. دركا 1 2 3 نخلف عين واللي وراها ندير فيها غرزة حشو. لاحظوا هاي بدات تتشكل. الآن نزيد أولا 1 2 3 ونجيب وحدة حمراء، نخلف عين واللي وراها ندير فيها هكذا، نسحب الخيط هكذا ونغلق عليه هكذا. نزيد 1 2 3 وحدة بيضة، ندخلها من الجهة المنتفخة مباشرة في العين الموالية هكذا، نغلق عليها. نزيد 1 2 3 نزيد وحدة حمراء مباشرة هنا هكذا. نزيد 1 2 3 نخلف عين والعين الموالية ندير فيها غرزة حشو. تمام. الآن 1 2 3 نهز وحدة حمراء، نخلف عين والعين الموالية ندير فيها، نسحب الخيط هكذا على العقاشة هكذا ونغلق عليها. نزيد 1 2 3 نهز البيضة مباشرة في اللي وراها، نسحب الخيط هكذا ما بين الجوهر ما كانش فراغات ورا بعضها. نزيد 1 2 3 ونزيد الحمراء. الفكرة هذه كنت طرحتها تاع الجوهر مع لي بياس الصغار هذو، طرحتها عندها 5 شهور، يعني انا الاولى اللي درتها. ومن بعد خدمتها الاخت نرجس بهكذا مربع والبنات طلبوها وقلت معليش نخدموها للبنات، خليه يخدموا. الان لاحظوا نخلف واحد وفي اللي وراه ندير منزلقة باش نغلق الخط هكا، ندير منزلقة هنا ماشي هنا، هنا، ومن بعد نزيد فوق هذيك غرزة الحشو اللي درناها الاولى نزيد ندير منزلقة هكذا. تمام. لاحظوا باش يكون الشكل متحوف والخدمة متقنة هكذا. الآن راح ندير السطر الموالي. السطر الموالي واش فيه؟ في كل فراغ ندير غرزة حشو 3 عمود وغرزة حشو. شوف في كل فراغ غرزة حشو و 3 عمود، 1 2 3 وغرزة حشو. لاحظوا جينا الفيستون تاعنا هكذا. نزيد للفراغ الثاني مباشرة نروح ليه وندير غرزة حشو 3 عمود، هذا الأول والثاني والثالث، ونزيد هكذا غرزة حشو. نزيد الفراغ الثالث كيف غرزة حشو، العمود الأول، العمود الثاني والعمود الثالث وغرزة حشو هكذا. نزيد نروح للرابع، 1 غرزة حشو، 3 عمود، 1 2 و3 وغرزة الحشو. لاحظوا تمام. نكملوا الجهة
لهنايا المره الاولى راح تكملوا كامل بهذا الطريقه. انا هنا بما انه عندي لا بياس الاولى خدمتها، نوري لكم مباشره التشبيك كيفاش نديروه. التشبيك لهنا كل مجموعه تخدمي لها 2، نخدم 2 يعني زوج من هذاك الفيستون باش نبدا نشبك. نكمل هذا غرزة حشو، العمود الأول، العمود الثاني، والعمود الثالث، وغرزة الحشو. نزيد لهنا غرزة الحشو، العمود الأول، والعمود الثاني، والعمود الثالث، وغرزة الحشو. الآن راح نبدأ التشبيك. شوفوا احنا عندنا المربع هكذا، شوفوا المجموعات هاهي مجموعة 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 ومجموعة. التشبيك راح يكون من هنا، يبدأ من هنا حتى لهنا، من البيضة للبيضة. شوفوا من البيضة للبيضة قداش عندي فراغ، عندي 1 2 نتاع الجهة هذه، 1 2 تاع الجهة هذه، يعني 4. ها هذو 4، 1 2 3 4، هذو هما اللي راح يكون فيهم التشبيك. نبدأ التشبيك. أول لهنايا أول فراغ ندير فيه غرزة حشو وعمود، والعمود الثاني كي نلحق للعمود الثاني هنا درت غرزة حشو وعمودين. في العمود الثاني نشبك، شوفوا كيفاش نشبك لهنا. هاو الوسط عندي 1، هذا هو اللي راح نشبك فيه. نجي له من الوراء وندخل الكروشي تاعي هكذا. شوفوا لي بياس راح يجيو هكذا، يعني راح نشبك منه من الوراء في وسط هذاك الفيستون، يعني في العمود الثاني تاعو، وندير غرزة حشو هكذا، غرزة حشو. ونكمل العمود الثالث تاعي عادي، ونكمل غرزة الحشو عادي. نروح للفيستون الثاني، عندي غرزة الحشو، العمود الأول، والعمود الثاني. بعد راح نروح للي مقابل، اللي مقابل، نروح للي مقابل، ندخل الكروشي، راح ندخل هنا في هذا، ندخل الكروشي من وراء في العمود الوسطاني هكذا من الوراء، نسحب الخيط وغرزة حشو. هاو تشبيك. نزيد دركا العمود الثالث وغرزة الحشو، نروح للفراغ الثالث، غرزة الحشو، والعمود الأول، والعمود الثاني. كيف راح نروح للفراغ للفيستون الثالث، لاحظوا التشبيك. نروح للفيستون الثالث وندير غرزة حشو، ونرجع نكمل العمود الأخير وغرزة الحشو في الفراغ نفسه. الآن الرابع، غرزة الحشو، والعمود الأول، والعمود الثاني. نروحوا للفيستون الرابع للوسط ونهزو غرزة حشو عليه، ونجيو نكملو العمود الثالث وغرزة الحشو. لاحظوا التشبيك راح يكون هكذا، يتشبكوا في 4 هكذا. تمام، يتشبكوا هكذا في 4. نكمل دركا لابياس تاعي، نروح ندير الفيستون تاعي عادي. الآن راح نروح لهذه، ندير غرزة حشو، العمود الأول، والعمود الثاني، والعمود الثالث، وغرزة الحشو. نزيد هنا غرزة حشو، العمود الأول، والعمود الثاني،
والعمود الثالث وغرزة الحشو. لهنا اذا حبيتوا تبينوا الفرق الشغل سيباراسيون ما بين هذه وهذه، تجيو هنا ديروا منزلقه فوق غرزة الحشو اللي لتحت هكذا فقط، ونبداو الفراغ الموالي غرزة حشو. العمود الاول، العمود الثاني والعمود الثالث وغرزة الحشو. نزيد غرزة حشو العمود الأول والثاني والثالث وغرزة الحشو. نكمل غرزة الحشو العمود الأول، العمود الثاني والعمود الثالث وغرزة الحشو. لاحظوا شوفوا لي بياس كيفاش يجيو. استناو تشوفوا ندير لكم حاجه بيضاء باش تجي واضحه خير. ما عنديش حاجه بيضاء. يا الله يا كريم. شوف نكمل هنايا هذه نكمل هذه الأخيرة غرزة حشو العمود الأول، العمود الثاني والعمود الثالث. وبعد غرزة الحشو نجي لهنا ندير منزلقة. خلاص كملت السطر، نزيد منزلقة هنا وسلسلة ونقص الخيط فقط. هذا هو ها هي كيفاش يجي التشبيك. اللي تحب تخيط عادي. فقط راح نحط الخيوط كذا حتى من بعد نفينيهم. ها هي النتيجة، ها هي النتيجة. واش رايكم؟ تكملوا نتوما التشبيك تاعكم كامل قد وديروا كول مربع وديروا له الذرعين كيما تحبوا. يعني تقدروا تتفننوا في لابياس كيما تحبوا. هاني عملت لكم لابياس وعملت لكم التشبيك، والان كل وحده تعملها بالطريقه اللي حبتها في التشبيك. هذا هو درس اليوم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.